ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مره تشوفيني اشتركي في قناه وصفات الجمال. الوصفه اللي معانا النهارده هنعمل ماسك حلو قوي لتفتيح الجسم والاماكن السمراء اللي هي زي الكوع والركبه واي مكان اسمر تاني في الجسم. حلو قوي، يا ريت تجربوها ان شاء الله هتعجبكم قوي. اول مكون معانا هيبقى عباره عن صفار البيض. معانا بالشكل ده، هنجيب صفار البيض بالشكل ده، هنفصل البياض عن الصفار ويبقى معانا الصفار بالشكل ده. تاني مكون في الوصفة يبقى معانا اللي هيضيع طبعا الزفارة بتاعت البيض والريحة، هنحط ايه؟ معلقة صغيرة من الخل، بتضاعفي الكمية حسب ما انت ايه بتستخدمي يعني. كده حطينا حبة من الخل، وهنحط برضو اللي هيضيع الريحة اكتر معلقة صغيرة من البن. معلش اسفين للصوت، ماشي. وهنحط برضو معلقة من البيكنج باودر معانا بالشكل ده، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ماشي. بصي هتسمعي صوت الخل مع صوت الخل مع صوت البيكنج باودر، بس بيعمل الفوران ده كده، ماشي. يبقى معانا ايه بالشكل ده كده. هنقلب كويس لغايه ما نخلط المكونات كلها مع بعضها. انتي بتقلبيها يبقى عامل زي النسكافيه كده، الرغوه بتاعت النسكافيه كابتشينو. هنقلب، كل ما بتقلبي كل ما بيدي فوران الخل والبيكنج باودر مع بعض. هي دي الوصفه بتاعتنا للاماكن السمراء اللي موجوده في الجسم، ماشي. وهنبتدي نستخدمها بالشكل ده، نحطها على اي مكان اسمر، ونبتدي نفرك كده حركات دائريه ونسيبها ايه لغايه ما تنشف، ماشي. هنفضل نقلب بالشكل ده حركات دائريه كده، وعند اماكن العقل دي كده. تقلي الطبقه شويه عشان لما تنشف تحسي بالنتيجه. الاستمرار، كل ما بنستمر وبنعمل الوصفات دي كده بتدينا طبعا نتيجه احسن. نفضل نضغط عند العقل دي كده، الاماكن السمرة دي والكوع والركبه، ونسيبها خالص لغايه ما تنشف، ماشي. وممكن كمان نستخدم لها ايه؟ ممكن نستخدم لها منديل بالشكل ده، نلزقه كده لغايه ما تنشف. ممكن نلزق منديل بالشكل ده، وتبتدي بقى ايه تشدي كده، بس هي طبعا لسه ما نشفتش. كل ما بتنشف وتبتدي بقى تشدي كده بتشيلك ايه الاماكن السمراء. وبعد كده نشطف ايدينا، وهي دي بتكون وصفتنا. يا رب تعجبكم، ما تنسوش اللايك. سلام.